دهب كانت قاعدة في الأوضة وما كانتش مصدقة نفسها من اللي هو بيعمله معاها. قعدت تكلم نفسها وتقول: عمري ما عملت حساب لوقوعي فيك بالشكل ده. لما بلاقيك طيب وكويس من غير حتى ما بتكلمني بتشد ليك بطريقة فظيعة. أنا دلوقتي فهمت ليه كل البنات بتحبك. انت خلتني أنا نفسي الدكتورة دهب اللي عمر ما راجل هز شعرة منها خلتها تقع فيك بالشكل ده. يبقى أكيد سهل جدا عليك توقع أي بنت بمجرد تعاملك الكويس معاهم، مع إن انت بتستغل الطيبة والتعامل ده في النصب والاحتيال. قامت وقفت وقالت: انا بجد مش هسكت ولا هضحي بفلوس ابويا اللي سرقتهم مني بالساهل. انا هندمك على اللي انت عملته معايا، بس في الاول ابطل مشاعري اللي بتتحول لضعيفه جدا قدامك انت وبس، وربنا معايا. لفت الطرحه ونزلت، شافت ناصر واقف مع يوسف وده كان بيضربه بالقلم. ناصر كان بيقول له: دي بنت عمنا يا يوسف، مش واحده من البنات اللي نعرفها، يعني من هنا ورايح تعتبرها زي اختك مش اكتر من كده، وتحترمها غصب عنك. هي ملهاش في الكلام الفاضي ده. وانت بتمد ايدك عليا ليه؟ عشانها هي يعني؟ وايه لحظه دماغك يعني خلاص؟ انا اسف ليك، انا ما اقدرش ازعلك، بس برضو البنت جايه عندنا ضيفه وهتكمل دراستها، ما ينفعش نرازيها المرازيه دي. راحت قعدت جنب دلال، بس عينيها ما اتشالتش من على ناصر اللي كان واقف هو ويوسف ومعتز مع شله بنات. خلص الفرح ولارا ودعتهم ومشيت على بيت جوزها، قاعدين كلهم مع بعض. دلال قالت لها: عقبال ما اعمل لك فرح يا ناصر. ضحك باستهزاء وقال لها: لا انسي، مش دلوقتي خالص، افرحي بمعتز الاول. ليندا قالت له: ليه يا ناصر؟ ما نفرح بيك انت ومعتز في ليله واحده. انا شفتكم النهارده واقفين مع بنات زي القمر. ناصر قال لها: لا لا لا، دول ما ينفعوش دول. معتز قال: انت عندك كل البنات ما تنفعش يبقوا زوجات، امال شايفهم ايه، لعبه وبس؟ بالظبط. دهب قالت بصوت واطي: مرات عمي انا هطلع انام. استني يا حبيبتي، مش تاكلي الاول؟ لا شكرا ماليش نفس. وطلعت وهم قعدوا اتعشوا وناصر طلع بعديها. بالنسبه لهدومك الهلاهيل دي ابقي لميهم، ولو نفسك في اي لبس من اللي انا جايبه خديه، لانك هتروحي لمرات ابوكي بكره. ايه مرات ابويا؟ هروح لها ليه؟ دي هتاذيني. عشان انا خلاص مهمتي خلصت وهطلقك. دهب قعدت على السرير وعينها نزلت دموع بطريقه هستيريه. صح كده، هو انت كنت عايز ايه غير فلوسي؟ سقفت له وقالت له: برافو يا ناصر، لعبتها صح، برافو. ما تيجي اودعك بقى قبل ما نمشي بمناسبه اللبس الحلو ده. وقرب منها راحت هي زقته بكل قوتها وضربته بالقلم. حاولت تبعده عنه، لما لقيته بيجري وراها خبطها وحط وشها في الحيطه وهو لازق فيها. انتي ناسيه انتي تتعاملي مع مين، ولا نسيتي نفسك تبقي مين؟ انتي بتجوزاني وعارفه ان وحش. انا في ناس بتعامل معاها اقوى واغلى منك وبعرف اسحب فلوسهم، مش تيجي على حته واحده زيك ما تسواش في سوق الحريم جنيه واحد. عدل وشها لي وقال لها: انا كان ممكن اعمل فيكي اكتر من كده، بس قلت كفايه، مهمتي اللي جبتك عشانها البيت ده انتهت. انا بس كنت ناوي اقعدك تاني، لان انا للاسف الشديد من كتر عصبيتي نسيت اشربك برشام على الحمل، فكنت عايزه اعرف هتبقي حامل ولا لا، واتاكدت انه انت مش حامل خلاص، فمالكيش اي لازمه في المكان ده هنا، وهتطلعي منه زي ما دخلتي. ليه عملت فيا كده؟ انا ما عملتش اي حاجه ليك، لكل الاذى اللي بتعملهولي ده. ليه اوقات بتحسسني ان عندك قلب كويس وطيب وسط الشر اللي انت عايش فيه، وسط كل حياتك الزباله كنت بحس ان في جزء ولو حتى 5% منك شخصيه كويسه. ناصر قرب منها: كنت مين انتي عشان تحللي شخصيتي وتشوفيني كويس ولا وحش؟ انتي مالكيش لازمه في حياتي. افهمي، انا اتجوزتك عشان فلوسك ونجحت في كده وما تعبتش معاكي في اول حاجه، وكانت سهل جدا. والنهارده يا حلوه هودعك، وبافتكري الليله دي في احلامك اللي جايه. ورماها على السرير. وفي الفجر تليفون دلال رن. ايه ده؟ علي؟ هو ايه اللي بيخليه يرن عليا دلوقتي؟ الو، خير يا ابني؟ علي قال لها: تعالي عشان لارا في المستشفى ومحتاجاكي. لارا؟ وقامت بسرعه وكانت متلخبطه مش عارفه تعمل اي حاجه. راحت على اوضه ناصر وخبطت عليه وجريت على معتز وشهاب: يا ولادي حد يقوم يوصلني. ناصر قام من نومه فتح الباب وقال لها: ايه في ايه خير؟ لارا في المستشفى، تعالى وصلني يا ناصر. راح ناصر فعلا بسرعه مع مامته المستشفى. هناك علي كان بيعيط، فلما سالوه ايه اللي حصل قال لهم ان هو اتعامل معاها بعنف شويه فجالها نزيف. وقتها ناصر كان عايز يضربه بس منع نفسه عن الشوشره وسرح بخياله شويه وقعد يقول: معقول اللي يكون بعمله في دهب
يطلع على اختي؟ معقول ان ده بيترد فيا؟ كان حزين جدا. الدكتور هنا طلع من العمليات بسرعه وقال محتاجه نقل دم بسرعه. ناصر حاول يروح هو عشان يتبرع بالدم، لكن مامته قالت له لا يا ناصر، كله ده انت. ليه يا امي؟ انت دمك كله ملوث، انت ناسي ولا ايه؟ ناصر وقف بعيد وهو متعصب وحس بالدنيا كلها فوق دماغه. اول مره يحس بنتيجه اغلاطه. سند دماغه على الحيطه ودب على الحيطه بايده. سمع الدكتور بيتكلم في التليفون. الدكتور ايمن كان بيقول الو، ايوه يا انسه دهب، تعالي بترجاكي حاولي تيجي. انت عارفه الاسعافات الاوليه بالليل بتبقى قليله مش زي اللي بالنهار، والنبطشيه اللي هنا منهم موجود معايا ومنهم مع باقي المرضى. انا مش ملاحق. متاكده انك جايه؟ تمام، مستنيكي. ناصر استغرب وقال ايه ده؟ بيكلم مين ده؟ دهب مراتي؟ وراح رن عليها كتير لكن هي ما ردتش، فرن على معتز وقال له انت فين؟ في البيت بلبس. مراتك طلبت مني نروح المستشفى دلوقتي. وانت ما عرفتش تبلغني ولا كنت هتاخد دهب وتطلعوا الاتنين من ورايا؟ ايه يا عم ما تهدى، انا قلت انك بره يعني في وقت متاخر زي ده، فقلت اكيد مع بنت فاكيد مش فاضي. ماشي يا معتز، حسابك معايا بعدين. وصل معتز ودهب المستشفى واتفاجئوا لما قابلوا ناصر ودلال. دهب راحت لدلال ومعتز وقف مع ناصر. دكتور ايمن وقف مع دهب. شكرا جدا انك جيتي، بجد مش عارفين كنا هنعمل ايه من غيرك. انت عارفني يا دكتور ما اقدرش اتاخر على اي مريض. دخلت ولبست البلطو الطبي بتاعها وراحت تهتم بلارا. كانوا محتاجين دم تاني وراحت هي اتبرعت. فضلت ساعات واقفه على رجليها رايحه جايه، ما قعدتش لحد لما رالا فاقت. اخيرا تعبتيني معاكي يا شيخه. دلال قالت لها الحمد لله على سلامتك يا بنتي. علي قال انا اسف يا لارا، بجد اسف، بتمنى تسامحيني. لارا ما كانتش دريانه باي حاجه. ما فيش حاجه، حصل خير. دهب رايحه فين؟ قعد بره شويه، تعبت كتير جدا والله. وطلعت قعدت وناصر ما بيشيلش عينه من عليها، ورغم كل حاجه وحشه هو بيعملها معاها لما هي لقيته تعبان فضلت جنبه 3 ايام. ولما اخته كمان تعبت ما استريحتش دقيقه واحده لحد لما لارا فاقت. استغرب ازاي كل الطيبه دي في قلبها، دي اجمل ملاك على الارض. الدكتور جه وقعد مع دهب. ايمن قال لها بس بجد انت هايله يا دهب. بفضل ربنا وحضرتك طبعا يا دكتور. ايمن مسك ايديها وقال لها تسلمي يا دهب، وربنا يجعلك دايما تساعدي الناس كده ويجعل كل ده في ميزان حسناتك. ناظر راح لهم وخد دهب بعيد. بتخليه يمسك ايدك ليه؟ اتكلمي، هو انت ناسي انك لسه عزيمتي؟ عموما يا استاذ ناصر انا هتطلق وانا حره في اللي بعمله، ودكتور ايمن اعتقد ان هو انسان محترم جدا ومكافح. لا مش حره، واحنا اصلا لسه ما اتطلقناش. ناصر كفايه كفايه، انت عايز تبقى ايه في نظري تاني اكتر من كلمه انك انسان زباله؟ يعني على الاقل حس بالناس شويه. حاطط ايديها على قلبه. خلي الحجر اللي هنا يحس شويه. انت يعني دلوقتي بتبين انك خايف عليا او غيران مثلا؟ بصيت نظرات كلها احتقار وكانت هتمشي. راح مسك ايديها وقربها منه. هي زقته وقالت له تعرف يا ناصر، انت حقك تعمل فيا ما بدالك لاني اتجوزتك برضايا. انت عارف انا وافقت على كام عريس ومرات ابويا كانت بترفض. كانت بتقولي ان كل الاغراب دول طمعانين في فلوسي والورث اللي ابويا سايبهولي. لكن انا قلت ايه بقى؟ اوافق على ابن عمي. ابن عمي هو اولى بيا من الغريب، لكن للاسف طلع ابن عمي اول واحد بينهش فيا. يمكن الغريب كان يبقى احسن 100 مره من القريب. انا الشخص اللي قلت عليه قريبي سرقني، امال هتسيب ايه للغريب؟ بعد اذنك. وهتمشي بس داخت وكانت هتقع راح هو سندها. دهب مالك؟ بخير، انا بخير. يا بنتي بخير ازاي؟ انت مش قادره تقفي اصلا. شالها ونزلوا ركبوا العربيه وروح على البيت وبينده لعايده. عايده، صفيه، اي حد. جت الخدامه وقالت له ايوه يا بيه، مالها ست دهب؟ هاتي اكل وميه بسكر بسرعه. في ثواني يا بيه. انا كويسه. انت اكيد تعبتي النهارده وفوقيها كمان اتبرعتي بالدم وكمان ما كنتش واكله. انا كنت هجيب اكل من بره بس مين بقى هيبقى فاتح دلوقتي؟ هاتي يا عايده. جت عايده وحطت الاكل. تحبي لي اكلها انا يا بيه؟ لا لا لا، انا اللي هاكلها. وكان قلقان جدا جدا عليها وهو اللي اكلها بنفسه. خلاص كفايه انا شبعت. لا خدي اخر معلقه كمان عشان خاطري. شهاب كان واقف بيتفرج عليهم من فوق ومش مصدق معامله ناصر لدهب. ناصر شالها وطلع نيمها على السرير ونزل. دلال ومعتز رجعوا. ناصر قال لارا عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، جوزها اخدها وروحوا بيتهم. بس هي دهب فين؟ انا مش شايفاها. فوق بترتاح شويه. والصبح بدري دهب قامت لمت هدومها
ومرضتش تاخد اي حاجه جايبها لها ناصر، ونزلت لقيته هو نايم على الكنبه تحت. دلال شافتها وقالت لها: دهب، ايه الشنطه اللي في ايدك دي؟ بصت لها دهب وقالت لها: ناصر قرر يطلقني، ومن امبارح قال لي ان لازم امشي. دلال وقتها اتصدمت، مسكتها من دراعها: اهدي يا بنتي بس، هتمشي تروحي فين؟